تحياتي والسلام عليكم. عماد حجاج يحييكم من هذا الجبال الرائع. هذا الجبل هذا جغرافيا جاء في غفصي، بالضبط فوق دوار اسمه دوار تاز غضرة. هذا الدور هذا خطر كبير تحت هذا الجبال صراحة. إلى كورت شي حجرة من هنا ولا شي حاجة، سبحانك يا خالق، غادي تشوفوا معايا في الفيديو، غادي تكتشفوا معايا بزاف ديال الحوايج. إلا شفتوا بعض الصخرات واقفين بقدرة إلهية، إلا مشات كروت وجات واحد الدوار الدار لتحت، غادي تكتشفوا معايا تا الدوار، غادي تكتشفوا معايا الجبل. المهم انا راني ماشي باش نعطيكم شي صورة من الجبال. وكما كتشوف اخوتي، والصعوبة اللي لقيتها اخوتي هو في التصوير واللحظة اللي كنت ماشي تما شني كنقول مع راسي، نقول لو كان عندي شي درون بحال هكاين ولو يكون غير بثمن رمزي هكا ونصور بهكاين، غيطلع فيديو رائع في المنطقة بحال هادي. بحال دابا صحاب الدرونات بحال هالمناطق بحال هذا مصالح عليهم اخوتي، بحال هاد البلايص بحال هكا يصور فيها مناظر خلابة، مناظر رائعة. إلا عرفتي تجي وتمشي للجبال فيها ما كيتشاف، حيت ماشي كلشي غيشوف داك الجبال، ماشي كلشي غيوصل ليلو، حيت كاين واحد راه في المدينة فلاني ما يعرفش الجبل راه بحال جبل مولاي عبد السلام، هو حيط لكم فيديو ديالو هنايا. كاين جبال كبيرة، جبل باب الجباح، جبل ديال الكتامة، جبل ديال باب براد، جبل حسيمة، المهم جميع الجبال ديال سلسلة جبال الريف. فيهم ما يدار، فيهم ما كيتشاف، فيهم ما رائعين، فيهم طبيعة جميلة، فيهم شي تصورات الخلق سبحانه وتعالى رائعة. المهم اخوتي هنايا راني ماشي مازال كنقلب على شي مكان اللي غادي نخرج لكم منه شي صورة، وغادي نوريكم هذا الجبل هذا فين جات بالضبط، وفين التصور ديالو شحال بعيد من غفصي. الجبال ما كيبعدش بزاف من غفصي بحال هكاين. المهم الا بغيت تمشي ليلو غير برجلك مغفسي ليلو راه توصل، ولكن اخوتي صعيب باش تطلع فيه، صعيب باش توصل ليلو على الاقدام ديالك، حيت فيه شويه معاناه. وانايا صراحه ما كنتش معول باش نصور لكم هادشي هدايا، واول مره غنكتشف الجبال، ما عرفش شكون فيه، ما عرفش شكون البلاصه، حتى طلع على مسخر مولانا. المهم غير توكلت على الله سبحانه وتعالى وقلت بسم الله وطلعت ليلو صافي. المهم غادي نكتشف، باغي نطلع لديك الجبل غادي نشوف شنو الاكتشاف ديالو. ولكن هنا لقيت شي حاجة رائعة اخوتي، شي حاجة منظر خلاب، عرفتي، ولا تصور على على صخرة فيها، على مناظر كتبان لك من الفوق، وكاين دوار تحت منه. المهم ما بغيتش نخد صور، راكم عارفين بزاف ديال الناس ما تلقى معاهم مشاكل اولا شي حاجه اخر يقول لك فوق الدار ديالي كتصور لي اولا شي حاجه. كنحاول نجتنب، كنحاول نبعد اكثر. كنجتنبوا من المشاكل، حنا ما كنربحوا حتى حاجه اخوتي، ما عندنا لا ربح لا حتى شي حاجه، وندخل في مشاكل تولي مخلص بزاف ديال الحوايج من جيماك وكذا. لو كان بدانا بغير كيتخلص ولا كذا غادي تفهم اخر وغادي تعطيه شي بركة وكذا، وغادي يخليك تصور وكذا. المهم هايزين وغادي يقضي معاك تا هو الغرض. ولكن اخوتي نتوما عارفين الظروف ديال بحال هادشي بحال هدايا، فيه التباعة وفيه بزاف ديال الحوايج. المهم بنادم كيحاول يصور غير شي حاجة بارية، شي حاجة اللي بعيدة من المشاكل، وهذا اللي كنتمناو نكونوا بعادين اخوتي على المشاكل، ونكونوا خفاف على القلوب ديال الناس. هذا اللي كاين هنا. المهم الربح ديالنا هو نمنظروكم، نوريكم المناطق ديالنا، نشاركوا معكم الجغرافيا فين ساكنين. هذا هو المهم ديالنا، وتحياتي للجميع.